كان في كده حد قال لي تعالى صلي لتيتا، فصعبت عليا قوي، فقلت لهم يا جماعه ايه رايكم اشوف لها اي صلوات كده تطلعها السما احسن؟ قالوا لي ايه ده، احنا جايبينك تخفف تيتا هتاخد اجالها. فنشكر ربنا اقنعتهم ان احسن ايه نصلي لها تطلع السما. حتى اقول اصلي لها ازاي تطلع السما؟ يعني هو في حد بيصلي لحد يطلع السما؟ ندعي لها وخلاص. وانا قلت ايه اصلي لها كمان ايه شويه صلوات كده كومباينيشن، يعني كده تركيبه كده صلوات للناس اللي على الايدج قوي ممكن يعدي، او شيء الرقادين على حته من الجنازه على تحليل كده تركيبه كده. نسيت الصلاه، ما جبتش حاجه، مش عارف اجيب ولا صلاه، واحاول اجاهد افتكر اي حاجه. يعني انا كنت ناوي اصلي دول بس فين هم؟ مش موجودين. فبقيت اصلي لنفسي بقى اقول له يا رب ما يصحش، انا قسيس قديم عيب كده اي حاجه يعني الناس كانوا فاكرين ان انا بصلي لها، انا كنت بصلي لروحي. فالمهم في الاخر خالص ربنا فكرني بايه؟ باوشيه المرضى. قلت له مرضى؟ لا انا عاوز رقادين. كل ما احاول اجي اقول اطلع كلمه اذكر يا رب انفس عبيدك تطلع اذكر يا رب مرضى شعب جوايا في سر يعني. ففي الاخر قلت له يا رب خلاص انت حر، مرضى هي بتاعتك هي بتاعتي انا. بعديها بنص ساعه كلموني قالوا لي ابونا انت عملت معجزه، تيتا رجعت للحياه تاني. نعم. قالوا لي بقت زي الفل وبتضحك وبتاكل وبتمشي وبتتحرك. قلت لهم انا الحقيقه كنت بصلي عشان حاجات تانية، اللي عملت المعجزه تيتا مش انا. المهم الست بعد 4-5 ايام دخلت في غيبوبه تاني، فقالوا لي ممكن تيجي تصلي لتيتا تاني يا ابونا. قلت لهم هي تحب اصلي ايه؟ قالوا لي براحتك، ما عارفين انا بصلي كده بيطلع كده. جاي بقى اصلي لها، افتكرت كل الصلوات، فقلت بس تبقى ناويه ايه تطلع. فبعد ما صليت لها كده وخدت بركتها رحت الناحيه الثانيه من السرير وقلت لهم يا جماعه خدوا بركه تيتا، لان تيتا جايز تطلع السما يا النهارده يا بكره بالكتير. فقعدوا بقى يعيطوا، فقلت ايه اصلي. فابتديت اصلي وقفلت زي وداني كده وقعدت جوايا اصلي جامد قوي قوي، وقلت له يا رب طب لا دام هم عاوزينها ما تخليها له، خليها تعيش، واذا كان الملاك بتاعك في الحته ولا في البيت وعاوز ياخد حد في ايديه اديني موجود. انا راهب لا عاوز حد ولا حد عاوزني، فدي فرصه ايه نبدل انا من تيتا دي. واذا قعدت اصلي جامد جدا 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 لدرجه ان حسيت ان ربنا فعلا اولموست هيستجيب وانا هبدل مع الست دي. فجاه وانا مركز في كل الصلاه وعينيا مفتوحه كده لكن مش سامع حد، مركز قوي قوي قوي، فجاه راحت الست فتحت عينيها وراحت بصت الناحيه الثانيه وقالت لي ما تقولش كده ما تقولش كده، انا اللي عاوز اطلع مش انت، ما تاخدش مكاني ارجوك انا اللي اطلع. طبعا كنت بصلي في سري ما حدش سمعني. فالست خضتني، انا كنت مركز قوي في الصلاه وفجاه ما تقولش كده انا اللي عاوز اطلع ارجوك. قلت خلاص يا مدام بالسلامه، يعني اي حد يعني مش هنتعازم، يعني اللي عاوز يطلع يطلع يعني. وبعديها بشويه تنيحت فعلا وطلعت السما. بس ده يوري ايه بقى؟ ان الست دي يعني ما عندهاش استعداد حد ياخد مكانها، انها كانت كل شهوه قلبها انها تطلع